هو ايه اللي هيحصل لرغيف العيش لو بتصرف عيش مدعم على بطاقة التموين؟ ركز في الكلام ده، لان منظومة الدعم الجديدة ممكن تغير طريقة استفادتك من رغيف العيش بس من غير ما تمنعك من صرفه. الفكرة ان قيمة دعم العيش هتضاف على بطاقة التموين، بحيث ان الفرد ياخد ما يعادل 5 أرغفة يوميا، يعني 7 جنيه ونص في اليوم. والأسرة المكونة من 4 أفراد ممكن يوصل نصيبها ل30 جنيه في اليوم، يعني 900 جنيه في الشهر. طيب هل ده معناه انك مش هتاخد عيش؟ لا، الخبز المدعم هيستمر صرفه من المخابز المرتبطة بالبطاقات، لكن الجديد ان المواطن هيبقى عنده حرية اكبر، يا يشتري عيش يا يستخدم جزء من القيمة في سلع تموينية حسب احتياجات بيته. والدولة هتفضل تتحمل فرق تكلفة انتاج الرغيف، والمخابز هتستلم مستحقاتها إلكترونيا. المهم تفهم ان الهدف من المنظومة الجديدة هو توجيه الدعم بشكل أذكى مع استمرار حق المستحقين في الدعم والعيش.